عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم الرياضية، قناة على الميدان. على بالنا باللي قاع القمة المنتظرة، المباراة التاريخية بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الأرجنتيني ما بقى لهاش بزاف باش تبدا. واليوم وقيل ولا غدوة نشوف المؤتمرات الصحفية تاع مدرب المنتخب الأرجنتيني سكالوني، المدرب الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. واليوم جيتكم بثلاث تشكيلات متوقعة لهذه المواجهة لمنتخبنا الوطني، يعني ثلاث تشكيلات حسب رأيي أنا، اللي اللاعبين اللي اخترتهم اللي نقدروا نواجهوا بهم نقاط قوة المنتخب الأرجنتيني، اللي نقدروا نوقفوا سد منيع لصد قوة المنتخب الأرجنتيني. مهم نخرجوا بنتيجة إيجابية في هذه المواجهة اللي راح أنا متأكد باللي كاع الجزائريين ينتظروها بفارغ الصبر باش يتفرجوها. إن شاء الله نكون حسب حضنكم في هذه التشكيلات، إن شاء الله راح تعجبكم. واش نقول لكم، ما تنساوش تدعمونا، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتبارطاجوا هذا الفيديو باش يلحق لكاع الناس اللي مش عارفين واش راح يلعب المنتخب الجزائري. ونقول لكم بقاو معنا باش تشوفوا التشكيلات المتوقعة لهذه المواجهة الكبيرة. ونبداو دوكا بالتشكيلة الأولى. عندنا التشكيلة الأولى، تشكيلة اخترت اللاعبين. الخطة نتاع التكتيك والخطة تاع هذه التشكيلة أن المدرب يلعب ب4-5-1. هذه متوقعة بزاف، لأنه فلاديمير بيتكوفيتش هذا المدرب ديما ما عندوش خطة، ما عندوش تكتيك معين. يعني كما المدرب السابق كان يلعب ب4-3-3، ديما ما عنده خطة تاع 4-3-3، ومرة يلعب ب4-2-3-1. ولكن فلاديمير بيتكوفيتش يغير بزاف الخطط التكتيكية نتاعو حسب المنافس. المهم هذه الخطة الأولى خطة 4-5-1. في حراسة المرمى لوكا زيدان، ورباعي الدفاع الأساسي اللي قاعد نعرفوه بالغالي أيت نوري وماندي وبن سبعيني. والكم بن سبعيني ما هو جاهز كما شفنا باللي بن سبعيني رجع للتدريبات أمس، هذا ما كان غير البارح رجع للتدريبات. اللي كان ما هو جاهز ينحي بن سبعيني ويدخل طوغاي ولا بالعيد. وعندك وسط الميدان يحط 5 لاعبين، عندك بوداوي وتيطراوي ومازا ومحرز وبولبينا وماشي عمورة. وفي الهجوم يحط امين قويري. على حطيت بولبينا وما حطيتش عمورة حسب رأيي في هذه الخطة، يعني ندخلوا بولبينا كي تكون الأرجنتين يعني تكون بكامل قوتها البدنية، يكونوا لاعبين يجروا عادي، مش عيانين، ندخلوه بولبينا. كي نتعبوا الأرجنتين الشوط الأول بدنيا، يتعبوا الأرجنتينيين، نقحموا عمورة اللي عنده يتميز بالسرعة، نقحموه الشوط الثاني باش نلعبوا عليه، نلعبوا على السرعة نتاعو. يكونوا الأرجنتينيين تعبانين، عمورة راح يدير حالة تما. وعندي التشكيلة الثانية تشكيلة 3-4-3، حتى هذه ممكن يلعب بها. نفس الشيء في الحراسة لوكا زيدان، وحطيت 3 مدافعين مركزيين اللي هما ماندي وبالعيد وبن سبعيني اللي موالف المدرب يلعبهم ديما. وعندك رباعي وسط الميدان مازا وبوداوي في الوسط، وحطيت بالغالي ظهير أيمن وأيت نوري ظهير أيسر. وثلاثي الهجوم محرز غويري وعمورة. هذه الخطة الثانية. روحوا الخطة الثالثة اللي يعني نسبة قليلة أن المدرب يعتمد عليها هذه الخطة، اللي هي 4-3-3، الخطة اللي تلعب بها الأرجنتين. هذه الخطة تكتيك، هذه الخطة الديناميكية الكلاسيكية يعني تاع المنتخب الوطني الجزائري اللي موالفين يلعبوا فيها بزاف مواجهات. عندك في حراسة المرمى زيدان كالعادة، زيدان نعطوه في هذه المباراة كي شفناه مع هولندا، قدم مباراة محترمة، بين قدرات نتاعو، نزيدو نعطوه هذه المواجهة باش يثبت
تنفسوا مليح باش نديروا فيه ثقة. عندك في رباعي الدفاع كما قلنا قبيل، بلغالي الظهير أيسر، الظهير أيمن، وأيت نوري ظهير أيسر، وقلوب الدفاع ماندي وبن سبعيني، وفي ثلاثي خط الوسط بن طالب ومازا وبوداوي، وفي الهجوم غويري محرز وعمورة. هذه هي الخطة الكلاسيكية تاع المنتخب الوطني الجزائري اللي نسبق لي لأن المدرب راح يعتمد عليها. ما تنسوش تدخلوا لنا آراءكم لنتيجة اللقاء. كما ذكرناكم أن المباراة ستلعب على الساعة 2 بتوقيت 2 صباحا بتوقيت الجزائر، وعلى الساعة 4 بتوقيت مكة المكرمة. يعني لازم راح تسهروا نهار 3 في الليل، لازم تسهروا حتى الزوج باش تتفرجوها. ماهيش نهار 4 في الليل، نهار 3 في الليل. يعني الزوج تاع الصباح نهار 3 هي يوم الأربعاء. تم على هذاك التوقيت يتلعب هذا الماتش. هذيك هي لازم تسهروا وتتفرجوا وخلاص باش تتمتعوا بالمنتخب الجزائري. باش نقول لكم ما تنساوش صلاتكم، ما تنساوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلونا نراكم في صندوق التعليقات. وكاش ما عندكم مواضيع حول منتخب الجزائر خلوها لنا في صندوق التعليقات، راح نسمعوا كاع تعليقاتكم